السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحباء المتابعين في كل مكان، عاشقي تنس الطاولة الساحرة المستديرة، أهلا وسهلا بكم. معكم الشهر ده أحمد صلاح، ومعانا مباراة رائعة بين أحمد صلاح اللي هو أنا يعني بلاعب الكابتن ميدو جاد، واحد من أبطال تنس الطاولة القدامى اللي مستواه شوية يرجع قوي جدا وشوية يبطل شوية ويرجع. يعني كابتن ميدو جاد ده من اللعيبة القديرة جدا وعنده سنس عالي وحاجه كده جميله جدا، وانا سعدت بمعرفته مع ان انا عارفه من زمان. انا ما اعرفش هو فاكرني ولا لا، بس هو لو شاف المباراه دي وكتب في التعليقات وكتب انه ايه الموقف اللي بينه وبينه، انا هقوله، انا هكتبه يعني، هكتبه في التعليقات. بس هو من اللعيبه الجميله جدا اللي عندها سنس على الكوره ومن الناس المحترمه. دمه خفيف، ويعني اللعيبه ياما بتحب تتكلم معاه وتناوشه. البطوله كانت رائعه. يعني هي عبارة عن مباريات جميلة جدا، بطولة الكابتن شيفو. والمكان أكتر من رائع، وكان في بنج عالي جدا حتى أبطالنا الصغيرين وأبطال الرواد الكبار، وتقريبا الكل استمتع بهذه البطولة الجميلة. بطولات الكابتن شيفو ترحب بكم في كل مكان وأينما كنتم، وحيث ما تجدوا متعة تنس الطاولة تجدوا بطولات الكابتن شيفو ترحب بكم دائما. يعني انا هبتدي اعلق كده على النقاط البسيطه. ده ارسال بين الزاويه، الكره بتطلع بره. ارسال دلوقتي احمد صلاح يلعب ارسال، الكره بتطلع طب في زاويه عكسيه جميله جدا. تقريبا المخرج هيعيدها لنا اهي من حلاوه البوينت ده يا جماعه. عدل جسمه راح اتجاه والكره راحت اتجاه، حاجه جميله جدا. ودلوقتي ارسال الكابتن ميدو بيلعب ارسال، الكوره بتاعنا بيطلع توب سبين جميل جدا. انا ما بقدرش الكوره صح. تقريبا المباراه دي كانت رقم 13 في البطوله كان فيها بطولات، كان فيها مباريات كتيره جدا واستمتعنا. يعني لدرجه ان انا مش متعود العب كامل المباريات الهائل ده. صحيح يعني الواحد استمتع وكل حاجه، بس كان في الاخر خلاص يعني من شده التعب والارهاق الواحد مش قادر يقدر التايم بتاع الكوره. التايمنج كان ضايع جدا في الاخر معايا. الكابتن ميدو ربنا يبارك له ويحفظه كان كويس ومركز. اهو بوينت علامه اهو يا جماعه شغاله، بص جميل جدا. والكابتن ميدو بيرجع وبولته شلاتشه بلاتشه، وانا بسنس عالي بعديها ويا سلام عليك. وفي الزاويه العكسيه الكابتن ميدو بيضرب تاني، بيرجع الكره توب سبين، كره زاويه عكسيه وهوبا بكسب البوينت. عدل اخر حته في البوينت تقريبا. جميله جدا يا جماعه، كانت مباراه رائعه فعلا، كانت مليانه. يعني سيبوكم من الماتش ده كمان، يعني اللي تابع البطوله وانا كنت منزل بس مباشر، كان فيها مباريات رائعه ومباريات اكتر من رائعه. حتى الشباب الصغير يعني كانت حاجه جميله. تقريبا اللي وصل النهائي 2 شباب، عمر عاصم، كابتن عمر عاصم، الشباب الصاعدين الواعدين يعني، وبيلعب الكابتن محمد وهبه غني عن التعريف. نتمنى لهم مزيد من التفوق والنجاح في لعبة تنس الطاولة وفي الحياة بصفة عامة. دلوقتي ارسال الكابتن ميدو، قطع في قطعة بيطلع توب سبين، بقفلها له في الزاوية البعيدة، بكسب الجيم الأولاني على السريع كده. الكابتن ميدو ارسال، الكرة وقعت في الشبكة، المفروض ان دي أجمل نقاط يعني. ارسال بيطلع توب جميل جدا، بيطلع مني بره الطاولة. ارسال بطلع توب سبين جميل جدا، بيقول لي بصباعك بس الإعادة اهي مش بصباعي. الكرة في آخر حتة في الطاولة عكس الاتجاه، عوجت المضرب كده راحت بشكل جميل فني رائع. كانت مباراة جميلة يعني. المباريات كلها كان يسودها الود والاحترام بين جميع اللاعبين كبارا وصغارا، ويعني الناس كلها استمتعت. بينج كابتن ميدو هو بيرجع، بيكسب البوينت، بيلعب ارسال، الكرة فيها زقة في زقة، بيطلع توب سبين. انا طبعا عدم تقدير الكرة ده، التايمنج اهم حاجة في البينج، يعني التايمنج حاجة مهمة جدا جدا في تنس الطاولة. هو الكابتن ميدو بيفوز الجيم الثاني، وتصبح النتيجة 1-1 في عدد الأشواط.
ارسال الكابتن ميدو، زقه بيطلع توماس بن جميل، عديها له، بحاول اضرب بالزاويه العكسيه، الكره بتسقط تحت. عالي جدا، سنس عالي، بتضيع تقريبا. الكابتن ميدو كسب البوينت ده. كرة زقه بيلف يضرب توب، بيحاول يجيبها من على الطاوله بس بتسقط شبكه. ارسال الكابتن ميدو، كرة فيها باكيس بن جامد جدا، بيطلع توب. تقريبا المخرج كمان هيعيدها. حلاوة البوينتات دي يا جماعة لما المخرج بيعيدها بيبان فيها الفنيات والمهارات والحلويات. ارسال، بلعب ارسال، كابتن ميدو بيعديه، كرة بتعلى، بيسبن الكرة بتطلع بره. ابص المضرب ايه هو. خلاص. بيبقى الواحد بيفنش يعني. كابتن ميدو بيلعب ارسال جميل جدا طويل، برجعه له بسنس عالي، بيشوط كرة بيكسب بوينت. جميل جدا. المخرج هو بيعيده على السريع ويطك تك تيكا تاكا يا جماعه، حاجه تحفه التحفه. يا سلام عليك يا فنان. والكابتن ميدو تقريبا بيفوز الجيم الفيصل، مش تقريبا، هو بيفوز الجيم الفيصل وبيكسب المباراه. كان بيست اوف 3 ومباراه رائعه وحاجه جميله جدا يا جماعه. وامساكم بينج بونج واستمتعوا بالمشاهده. ويعني ايه، لو حد وصل لحد الوقت ده في الفرجه يا ريت يعمل متابعه او يحط قلب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. امساكم بينج بونج.